بيبدأ فيلمنا بظهور هيريوم محارب الظل، وهو بيعمل تعويذة بيطلب فيها ظهور المحارب العظيم اللي هينقذ كوكب سكارة. في نفس الوقت بيكون هالك في صاروخ موجه لكوكب فاضي من الحياة، وبيكون زمايله الخارقين في كوكب الأرض هما اللي باعتينه علشان ما يلاقيش حد يأذيه ولا هو يأذي حد. لكن فجأة بيحصل خلل في الصاروخ وبيغير اتجاهه. في اللحظة دي بيكون هيريوم بيكمل التعويذة وبينزل صاروخ هالك على كوكب سكارة، وبيتفاجئ هالك بالسكان المحليين بيظهروا وبيحاولوا يسيطروا عليه. وطبعا هالك بيقدر انه يضربهم كلهم، لكن السكان بيضربوه بسهم بيجرح رجله. في اللحظة دي بيظهر جنود الملك الأحمر وبيضربوا هالك بسلاح بيعمل قرص في كتفه يقدروا يتحكموا منه فيه، وبيقولوا القائد إن أي حاجة تنزل على أرض سكارة فهي من حق الملك الأحمر. هو بيطلب من السكان المحليين إنهم يركعوا لأوامر الملك، لكن هالك بيرفض وبيقولوا إنه مش ملك لحد. هنا بيكهربوا القائد من القرص اللي في كتفه، فبيفقد هالك الوعي، وبيفوق هالك يلاقي نفسه متكتف بسلاسل حديد. وبيشوف واحد اسمه ميك الحشرة بيقول انه مش مقاتل، وبيطلب من كورغ القوي انه يساعده يهرب، وبيروح على هالك يطلب منه ينقذه. فبيسألهم هالك عن مكانهم. هنا بيقول القائد لافن انهم اتقبض عليهم وبيتعاملوا كعبيد ورايحين يشتركوا في العاب القتال قدام الملك الاحمر والشعب، وبيقول لهم انهم لازم يساعدوا بعض في القتال والا هيموتوا. وكمان بيعرفهم لافن على الخطة اللي ممكن يقاتلوا بيها، وبيفهمهم ان هوريوم هيكون في مقدمة القتال لانه محارب قوي. فبيطلب من السكان المحليين انهم ينضموا للمقاتلة إيلوي بنت قائد المقاومة اللي اتمسكت معاهم في الصفوف الخلفية. لكن السكان المحليين بيرفضوا وبيقولوا انه كان في جيش الملك وانهم مش واثقين فيه. هنا بتقول إيلوي ان القائد لافن انضم لحركة المقاومة ضد ظلم الملك علشان كده اتقبض عليه. وبيوصلوا لمكان القتال فبياخدوا الأسلحة بتاعتهم علشان يدافعوا عن نفسهم، وبيشوفوا المنافسين اللي بيطلعوا أخوات كورغ، وبيتفاجئ كورغ انهم لسه عايشين. فبيروح عليهم ويقول لهم ان افتكرهم ماتوا، لكن الغريب ان محدش فيهم بيعرفه، وبيبداوا يضربوه بيحاولوا قتله، وبيجروا على باقي الفريق علشان يقتلوهم. هنا بيمشي هالك وراه ميك وبيحاولوا يهربوا، وبيطير الآلي بشجاعة وبيبدأ القتال. في اللحظة دي بيكون هالك بيحاول يكسر الباب، فبيحارب هوريوم بكل قوته وبيساعده لافن، لكن للأسف بيتضرب لافن ضربة قوية بتغيره بعيد. وبتطلب إيلوي من السكان المحليين إنهم يساعدوا لافن، لكن المحليين بيرفضوا، وبيروح على واحد من المقاتلين بيكون واقع على الأرض علشان يقتلوه، وللأسف بيقوم بسرعة وبيقتلهم كلهم. وبيقول ميك لهالك إن السكان المحليين ماتوا، فبيقول له هالك إنها غلطتهم وإنهم كانوا لازم يهربوا، وللأسف بيتكسر هاريوم فبينقذوا لافن قبل ما يتقتل. وكمان بيروح لافن يطلب من كورغ يساعدهم، لكن كورغ مش بيقدر وبيقول إنهم إخواته. هنا بيقول لافن إنهم خلاص عقلهم اتمسح، وللأسف بيضربوا لافن وبيموت. وكمان بيشوفوا هالك لكن للأسف مش بيتأثر، فبيروح كورغ يضرب اخواته وبيقضي عليهم. هنا بيقول ميك لهالك يمشوا بسرعة قبل ما الملك الأحمر ما يشوفهم، وأول ما بيسمع هالك إن الملك الأحمر موجود بيقرر إنه ينتقم منه لأن جنوده هي اللي قبضت عليه. وبيبدأ تاني القتال وبيطلع اخطبوط ضخم يهاجمهم، وللأسف بيقتل الآلي وبيضربهم. هنا بيتدخل هالك وبيقدر يخلص عليه بضربة واحدة، فبيقف الملك الأحمر وبيحيي هالك على قوته، لكن هالك بينط علشان يقتله. في اللحظة دي بتقف قدام المحاربة كايرا وبتصد ضربة هالك، لكن الملك بيقول لها إن هو اللي هيواجهه. هو بينزل يقف قدامه ببدلة المقاتل وبيبدأ القتال ما بينهم، وبيقدر الملك إنه يجرح هالك، فبيروح هالك زائق رجله وهاجم عليه وبيجرحه في وشه. هنا بتنزل كايرا تقاتل بدل الملك، لكن هالك بيكون أقوى منها وبيطير علشان يقضي عليها، فبيضربوا الملك بالسلاح بتاعه وبيقول للشعب إنه هيسيبه يعيش علشان خاطرهم. فبتقول له كايرا إزاي يسيبه بعد اللي عمله. هنا الملك بيقول لها إنه لو قتله الشعب هيثور ضده وهيقول عليه ظالم، لكن في نفس الوقت هيقتله في الألعاب. وبنشوف هالك بيحاول يفتح الباب علشان يهرب، وبيكون زمايله بيودعوا القائد لافن، وكل واحد فيهم بيقول حكايته، وبيحكي لهم هيريوم إنه كان واحد من أسرة الظل. وكمان بنشوفه وهو بيكلم أسرته اللي بيحاولوا يقنعوه إنه يرضخ للملك الأحمر، لكن هوريوم بيرفض وبيقول لهم ان قتل المنافسين ليه بجنود الموت وبيستخدمهم يقضوا على اي حد يقف ضده. وللاسف اسرته نفوه وجردوه من لقبه ورموه للعبوديه. هنا بتقول إيلوي ان الناس بتتكلم على هالك وبتقول ان هو اللي هينقذهم، فبيجي دور كورغ وبيقول انه جاي من كوكب كون.
وبيقول لهم ان كوكبه عايش على السطو والسرقه، وفي يوم نزلوا كوكب يسرقوه، لكن ظهر لهم واحد من السكان اسمه بايت وحاربهم، فخرجوا المحارب الآلي بتاعهم اللي بيستخدموه في الحروب، لكن بايت طلع معاه جنود تانية وضربوهم وكسروا الآلي. هنا حاول كورغ واخواته يهربوا بسرعه، لكن بايت قدر انه يدخل وراهم في الفجوه الزمنيه اللي هربوا منها، وكمان حاربهم فاتدمرت السفينه. فبتقول إيلوي انها بنت قائد المقاومه ضد الملك الاحمر، وللاسف اتقتل باباه وهي وقعت اسيره. في اللحظة دي بيكون الشعب بيهتف عايزين هالك يكمل القتال، فبيروحوا يقولوا له يطلع يحارب، لكن هالك بيرفض وبيقول انه مش جاي يسلي حد. هنا هيريون بيقول له يحارب علشان نفسه، لانه اذا نجح في 3 قتالات هيتحرر. وفعلا بيطلعوا يبداوا القتال، وبيواجهوا عقارب آلية ضخمة، وبيبدأ هالك يكسرهم ويضربهم كلهم، حتى أقوى واحد فيهم بيقدر إنه يخلص عليه. وبيتجرح هالك في القتال، لكن بيقدر يكسب ويمشي. فبيشوف هيريون ان دمه الاخضر بيطلع نبات منه، وبالليل بتروح كايرا تقابل هالك وبتحكي له قصه الملك الاحمر معاها والسبب اللي مخليها تساعده، وبتقول انه وهي صغيره المدينه بتاعتها اتهاجمت من فيروسات نزلت عليهم من السماء، وكل اهل المدينه اتصابوا، وهي الوحيده اللي نجت لان عندها قوه أولد. في الوقت ده وصل الملك وانقذها واخدها معاه، وبتقول ان اللي بيعلمه بيخلي الشعب ضد الملك، وبتفهمه ان حركه المقاومه هتيجي تحرر إيلوي، وبتطلب منه يهرب معاهم، وبتوعد انها مش هتطارده. هنا هالك بيرفض وبيقول لها انه عارف انها جايه من الملك علشان يهرب ويقتله بعيد عن الشعب، وانه اكيد مش هيقدر يبعد بسبب القرص اللي في كتفه وكمان بيتحكموا فيه منه. فبيرجع يلاقي ميك بيوريله سلسله كسر البيض، وكمان بيلبسها له وبيقول انه هو المنقذ اللي حلم بيه. وفعلا بتوصل المقاومه علشان يهربوا إيلوي، وبيحاول ميك وهيريوم وكورغ يمنعوهم يهربوا لانهم عارفين انهم اكيد هيتمسكوا، لكن فريق المقاومه بيرفضوا يسمعوهم وبيمشوا معاهم إيلوي. وللاسف اول ما بيخرجوا بيسمعوهم بيتضربوا، وبيجي ميعاد اخر مباراه اللي بتكون قدام بيتا اللي وصل مع كورغ، وبيقول كورغ انه مقاتل قوي جدا، وفعلا بيبدا بيتا يضربهم وبيحاولوا يهاجموه، لكن محدش بيقدر يغلبه. فبيروح على هالك وبيضربه وبيجرحه، لكن هالك بيكسر القرص بتاعه وهو بيضربه، وبيفضل يضرب فيه لغاية ما بيغلبه، لكن مش بيرضى يقتله. ومع كل نقطة دم بتنزل من هالك بيطلع منها نبات، وطبعا بينتصر فريق هالك في المنافسة، والمفروض انهم يتحرروا. وبيضطر الملك انه يقول لهم انهم احرار، لكن لازم يثبتوا ولائهم ليه. فبيروح جايب إيلوي وبيطلب منهم يقتلوها لانها خاينة للملك، فبيرفض هالك وفريقه، فبيكهربهم الملك. في اللحظة دي بيفوق بيتا وبيكسر القرص بتاعهم وبيحررهم، وبيحرر معاهم كل جنود الملك، وبيقول لهالك إنه ممكن يرجعوا معاه للأرض، لكن هالك بيرفض وبيقول إنه ساب الأرض خالص، وبيمسك الملك الأحمر وبيهدده إنه هيقتله إذا فكر يطارده، وبيطلعوا كلهم من القصر. فبتقول لهم إيلوي إنهم يروحوا معاه عند صاحب باباها وحاكم القرية اللي في الجبل، لكن هالك بيمشي لوحده وبيرفض يروح معاهم. فبيحاول ميكي يقنعه إنه ما يسيبهمش وبيقول إنهم أصحاب، لكن هالك بيزعق له وبيقول انه ما عندوش اصحاب. وفي نفس الوقت بيأمر الملك كايرا انها تروح ورا هالك، وبتوصل إيلوي وفريقها لقرية الجبل، وبيدخلهم الحاكم مكان يستخبوا فيه في الوقت اللي هالك بيكون لسه ماشي ومش عارف هيروح فين. وبتوصل كايرا. في اللحظة دي بيسمع ميك صوت السكان المحليين بينادوه وبيحذروه من القتل، فبيروح يسمع الحاكم وهو بيبلغ الملك عنهم، وبيأمروا الملك انه يقتلهم. هنا بيخرج ميك وبيهاجم الحاكم، وبيقدر الحاكم انه يجرحه ويسيطر عليه، لكن في الاخر ميك بيقتله. وبنشوف كايرا بتطلب منافسة هالك في القتال، وبيبدأوا ضرب بعض بقوة، وبيرجع ميك لأصحابه وبيبلغهم باللي حصل. فبتزعل إيلوي جدا لأن الحاكم كان صاحب باباها. هنا بيقول هيريوم انهم لازم يهربوا بسرعه، وبنرجع لهالك اللي بيكمل ضرب في كايرا، لكن فجاه بتترمي على القريه قنبله الفيروسات وبتهاجم اهل القريه كلهم. فبتقول كايرا لهالك انه لازم يساعد الناس، لكن هالك بيرفض وبيقول لها انه ملوش دعوه بحد. فبتقول ان الملك كان عنده حق وانه مش اكتر من وحش. وبنشوف إيلوي وفريقه وهما بيساعدوا الناس تهرب، وبتروح كايرا تساعدهم هي كمان. وبنشوف بنت صغيره فبتفتكر نفسها لما اهلها تحولوا واضطرت تقتلهم. في اللحظة دي بيشوف هالك سلسلة كسر البيت اللي ميك اداهاله، فبيقرر انه يروح يساعدهم، لكن الفيروسات بتنزل على هالك هو كمان وبيبدأ يتأثر بيها،
وبيظهر مجسم الملك وبيكلم كايرا، فبتقول ان قنبله الفيروسات اترمت على القريه. هنا بيقول لها المفاجاه ان هو اللي بيرمي القنابل دي، وان هو اللي رماها على قريتها لانه كان عايز يكتشف المحارب اللي عنده قوه اولد. وكمان بيقول لها تهرب بسرعة لأن جنود الموت وصلوا. وفعلا بتوصل طيارة جنود الموت وبتحرق كل حاجة. هنا هالك بيقفل على زمايله الكهف علشان يحميهم، فبيتصاب وبيفقد الوعي. وبتقول كايرا للملك إنه مات، فبيقول لها ترجعه علشان يوري للشعب قوته. فبتوافق كايرا، لكن بتكون مقررة تنتقم منه. وتاني يوم بيمشي الملك في وسط الناس وبيكون هالك مسحوب قدامهم، وفجأة بيصحى وبيمسكه. وبتفك كايرا قيود باقي الفريق، وفعلا بيبدأوا القتال وبيضربوا كل الحراس. فبيفضل هالك يضرب الملك لكن برضه مش بيقتله. هنا بترمي كايرا فيروس على الملك وبتنتقم منه لشعبها، فبيطلع جنود الموت يحرقوا الملك. وفي النهاية بتطلب كايرا من هالك انه يبقى الملك، فبيحاول هالك انه يرفض لانه اتنفى من الارض بسبب قوته. هنا بتقول له كايرا انه في كوكب كل اللي فيه شبكة، وبيطلع هالك يحيي شعبه وبيوعدهم انهم يعيشوا في سلام. وبكده يكون فيلمنا خلص. اشوفكم في فيلم جديد.